اول شيء هارد لك جمهور الاهلي على الخساره. انا عارف انه مهما كان الخساره تكون مؤلمه حتى لو انك ضامن الصعود او اي حاجه، لكنها تكون في ارضك وبين جماهيرك مهما كان الخساره مؤلمه. وعارف برضو انه جمهور الاهلي للان مو مقتنع بالدوري اللي هو فيه اساسا، فمو متقبل انه يخسر في دوري يالو. لكن من اهم اسباب خساره الاهلي اليوم الغول امارال. يا اخي امارال ذا ما شاء الله تبارك الله، لاعب يعرف يسوي كل شيء غير انه يعرف يلعب كرة قدم. حقيقة مش ممكن اللي بيسويه، يعني اللاعب ثقيل ثقل غير طبيعي. اول كان الجمهور يطالب موسيماني انه يلعبه وانه كيف ما يلعبه، لكن موسيماني كان يقول اللاعب مو جاهز. لكن اللي يبان للمشاهد وهو بيشوف اللاعب هذا يعرف انه اللاعب هذا من جد نسي الكورة. اللاعب يمسك الكورة يمشيها نقطة كده ولا هو قادر يتحرك، تحس عمره 50 سنة. فللآن الاهلي ما استفاد من اللاعب هذا، والاهلي كان محتاج مهاجم من اول عشان يساعده في الصعود لدوري المحترفين. اما نيجي للحارس الاعظم، الحارس اللي يتقارن بقروهي حقيقي، يعني الرباعي يتقارن بقروهي. انا ماني عارف الحارس هذا عنده مشكلة من اول يوم لعب فيه في الاهلي وكانت المشكلة واضحة، لكن الموضوع اتطور وصار يصنع للاعبين الخصم. يعني مو معقول اي كرة تجيك تعطيها لاعب الخصم، تجيك تعطيها المهاجم، تجيك تعطيها المهاجم. اخي امسك الكرة على مرة او طلعها برا، حطها في الهاوي، تحطها ركنية، حطها اي شيء، لكن ليش للمهاجم؟ فهذه المشكلة الثانية. بالنسبة للمشكلة الثالثة هي مشكلة المدرب، بيلعب اللاعبين الغير متميزين وبيخلي المتميزين في الدكة. يا اخي عندك مراد كل ما يدخل يبدع، ليش ما بتخليه يكمل؟ يا اخي عندك ميليسي اليوم تطلعه ليش؟ يا اخي خلي ميليسي اللاعب ممتاز، لكن لا، خلي هشام فايق اللي هو مو فايق نهائيا. الشيء الثالث في تبديلاته بطيء جدا وما يقرا الخصم، ودائما خواف، يبغى يدافع ما يبغى يهاجم. فحقيقي الاهلي حيصعد هذا شيء اكيد، لكن اهم شيء يعرف يختاروا اللاعبين اللي حيمثلوهم، لانه الاجانب حاليا هم اساس الفريق واساس اي فريق يبغى يلعب في دوري الروشن ويبغى يحقق